اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الجلاش. الجلاش النهارده معايا لفه جلاش، ومعايا اي بقى مكسرات انت تحبيها. هخلط المكسرات بتاعتي مع بعض زي ما احنا شايفين. اي مكسرات عندك بقى انت، اي حاجه انت حابه تحطيها. الاضافات دي اختياراتك انت. خلاص كده. الجلاش بتاعي النهارده سريع وبسيط، مش هياخد معاكي وقت خالص. زي ما احنا شايفين كده، انا معايا لفة جلاش اهي. لفة الجلاش بتاعتي دي يا حبايبي حوالي كده 20 ورقة. نبدأ مع بعض. شوف هنعمل ايه. هجيب كده 5 ورقات. دول 5 ورقات من الجلاش. انا مش هدهن سمنة ولا اي حاجة دلوقتي. ماشي. اهو زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى احط المكسرات بتاعتي، هفردها كده على ورقة الجلاش بتاعتي زي ما احنا شايفين. وهبدأ ألفها بالطريقة دي. هكمل هنا الجزء ده. اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا لفيت الجلاش بتاعي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى اقطعه بالسكينة الشكل بقى اللي تحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي. زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اجيب الصينية بتاعتي، ارص بقى فيها الجلاش اهو. انا مش هدهن اي حاجة دلوقتي، مش هحط زبدة ولا حاجة. لما اخلص وارص الجلاش بتاعي اهو. هجيب الجلاش بتاعي كده يا حبايبي وافرده كده قدامي، واحط الحشو بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. اوزع بقى الحشو بتاعي كده كويس بالشكل ده. وابدا الف ورقة الجلاش بتاعي اهو بالشكل ده كده. وابدا بقى اقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وارص معايا كده في الصينيه.
ممكن اقطعه كده الشكل بقى اللي انت تحبي ترتاحي فيه قطعيه. اشيل بقى المكسرات اللي وقعت دي. هجيب جزء تاني احط بقى فيه برضو، افرد المكسرات بتاعتي كده وابدأ الف الجلاش بتاعي اهو. اقطعه كده فاضل عندي اخر جزء هوريكم هنعمل ايه. بس حبايبي هجيب الجلاش بتاعي اقطعه كده من النص وهحطهم كده على بعض واقطعهم تاني بالشكل ده وهبدأ اشتغل فيه. هجيب كده 4 عدد بقى الرقات اللي انت حباها يعني. هجيبهم كده وهعملهم كده واحط فيهم المكسرات بتاعتي. ممكن كمان تحشيه كريمة، يعني لو مش بتحب المكسرات ممكن الحشوة هنا تبقى كريمة طبعا زي ما احنا عارفين. هتجيبي لبن وتحطي عليه نشا وتحطيه على النار من غير سكر وتقلبيه لحد ما يتقل معاكي وتسيبيها تبرد وتحشي بيها الحشو بتاعتك زي ما انت شايفه. بصوا انا عملت ايه، انا حطيت رقين او 3 تحت بالطول وعليهم رقين او 3 زيهم بالعرض ماشي، وحطيت الحشوة في النص. هبدأ اجيب الرق اللي تحت ده اهو، الرق اللي تحت الطرف ده اجيبه كده ماشي، والطرف ده اجيبه كده وده اجيبه كده وده اجيبه كده. بقى معايا مربع بالشكل ده. تعالوا نعمل واحدة تاني من الجلاش بتاعنا. بصوا حبايبي هتحطوا رق تحت كده بالطول، تحط عليه رق بالعرض كده عدد الطبقات اللي انتوا حابينها. وهجيب معايا المكسرات بتاعتي في النص. ابدا اجي على الجزء اللي تحت اتنيه كده وبعدين اجيب الجزء اللي بالعرض اتنيه كده وارجع تاني اجيب الجزء ده كده وارجع اقفله كده. واي زيادات بقى بدخلها كده بلمها تحت
زي ما احنا شايفين كده، بقى بالشكل ده معايا. وادي الجلاش يا حبايبي بتاعي بعد ما خلصته وعملته. دوبت كده، سيحت كوباية زبدة على النار وحطيتها على الجلاش بتاعي، ودول كانوا زيادة بقى على الصينية، ما خدتهمش الصينية بتاعتي، ما خدتش دول، فقمت حطيتهم كده في الطبق دوت وهدخلهم الفرن. زي ما احنا شايفين احنا عملنا الجلاش بتاعي بثلاث اشكال. عملنا الشكل المثلث ده اللي احنا شايفينه، وعملنا الشكل المدور، وكمان عملنا الشكل المربع زي ما احنا شايفين كده. الجلاش بتاعي ده هيدخل الفرن، ولما يستوي هطلعه واسيبه الشربات بتاعي عبارة عن كوبايتين سكر، عليهم كوباية مية، عليهم عصرة ليمونة، وهبدأ احطه على النار واسيبه لما يستوي ويتقل معايا. هطفي عليه، انا عايزه شربات تقيل مش عايزه شربات خفيف، وهطفي عليه ولما يبرد هحط له كيس فانيليا. بلاش تحط الفانيليا والشربات سخن، والفانيليا بتاعتي ريحتها بتروح. هروح دلوقتي ادخله الفرن ولما يطلع اوريهولكم. وادي حبايبي الجلاش بتاعي بعد ما طلع من الفرن، هسقيه بقى بالشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده اهو يا حبايبي. زي ما احنا شايفين كده الجلاش بتاعي استوى. زي ما احنا شايفين، وزي ما شفنا يا حبايبي ادي الجلاش بتاعي بعد ما خلص، وبالهنا والشفا على قلوبكم. ولو اول مره تدخلي قناتي ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.